نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. إذن بذكريات السادسة سيستهل الأهلي هذه المباراة بهذه التشكيلة التي تظهر أمامنا على الصورة مشاهدينا. الشناوي في الحراسة، رباعي في خط الظهر مكون محمد هاني على اليمين وربيعة ومحمد عبد المنعم قلبي الدفاع، معلول على اليسار، وفي الوسط الدفاعي عمرو السولية ومروان عطية، وفي الوسط الهجومي أحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشة وبيرستاو، وفي الهجوم محمود عبد المنعم كهربا. إرنست أكو المدير الفني لفريق القطن الكاميروني في مواجهة مارسيل مارتن كولر المدير الفني للنادي الأهلي. القطن يلعب بالحارس جدين، وأمامه في خط الظهر يلعب بثلاثي المدرب إرنست أكو بتواجد حسان أبو ومالون فوندوتشي وإبراهيم أبا، وعلى اليمين سيلعب جوني علي، وعلى اليسار سيلعب بريس إيبوتشي وتريومف كوكولو وجانيريك. وعلى مستوى الهجوم وانطلاقة تأتي من فريق القطن الكاميروني، وإلى ركلة ركنية أولى في المباراة لنادي الأهلي جانب أحمد عبد القادر. عدى ولد، عدى بمهارة، يلعب كرة عرضية. القطن الكاميروني لعبت عالية على القائم البعيد أمام صن داونز، وهذه تسديدة أولى تأتي من جانب قفشة لكن مرت أعلى المرمى. محاولة جيدة تأتي الآن بعد 6 دقائق على صافرة البداية رياب، ومن ثم تحقيق اللقب السادس عدد لجدينا لمبتنان. حارس مرمى على طول عبد القادر اللي بيلعب تمريره داخل منطقه الجزاء، والاقرب جدينا لمبتنان اللي بيكسب الكره من امام محمود عبد المنعم كهربا. السلامات لكهربا، السلامات لكهربا. طبعا يبدو اصيب كهربا على مستوى الراس بعد خروج حارس مرمى فريق القطن الكاميروني والاشتراك معهم. يلعب على طول تمريره، وادي عبد القادر خطيره، مرت جول تبعت في اللحظه الاخيره. بيرستاو من جديد، بيرستاو لم يكن متسني، والعرضيه عرضيه من هاني مرات، وادي يا ولد كهربا على طول خدها على الطاير لكن بتمر اعلى المرمى. كرة محستاو، استلم الكرة بيرستاو تحت ضغط، وادي تسديدة من كهربا مرت على المرمى بقليل، مرت يا كهربا بقليل، كان ممكن يستلمها كهربا ويروح في أحمد. يلعب لعلي معلول، علي معلول، الكرة مرت إلى خارج الملعب. وأيضا تسديدة مروان، يلعب تمريرة، ولد على التمريرة، فرصة للتسديد والهدف الأول. الهدف الأول يأتي الآن للنادي الأهلي عن طريق كهربا. كهربا يسجل أول هدف الأهلي ببراعة، تمريرة كانت مميزة جدا من اللاعب مروان عطية، والعرضية من جانب محمد مجدي قفشة، وكهربا تقدم بالهدف الأول للنادي الأهلي. الأهلي الآن في المقدمة عن طريق كهربا. محمود عبد المنعم كهربا يفضل يلعب كرة بالعرض خطيرة، داوود أبو الشناوي يا ولد، هذه التمريرة روعة. بيرستاو، كهربا من جديد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا كهربا، جول لكهربا. الهدف الثاني للأهلي الآن، ثنائية رائعة لمحمود عبد المنعم كهربا، أشعل الأضواء في استاد روم دي أجية. محمود عبد المنعم كهربا يسعد العشاق. عبد القادر، عبد القادر والعرضية، ومطالبة بلمسة يد، والكرة تبعد إلى ركنية الآن للأهلي. أول ركلة ركنية للأهلي في المباراة بتأتي في الدقيقة 32 من عمر. مابا يلعب كرة عرضية على القائم البعيد، وعود كرة تبعد بضربة رأس، تعود مرة أخرى من جديد لمروان عطية، وخطأ وركلة حرة على الأهلي. خطأ الآن على فريق النادي الأهلي. بيلعب كرة في الأمام لقفشة، قفشة يلعب كرة عرضية لكن سهلة في معلول، علي معلول، علي معلول يلعب عرضية لكن كادت أن تكون هدف ذاتي من جانب اللاعب جوني علي. لاعب عرضية ممتازة معلول، وكان أيضا تكمل، وكذلك محمد عبد المنعم. والهدفين اللي سجلهم محمد شريف ومحمد عبد المنعم كان في هدف في الاتحاد المنستيري، وبالتالي في دوري الأبطال لجيميزو، جيميزو على الطرف الايمن، وخطأ وركله حره في فاول على احمد عبد القادر، او فاول على محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم منطقه الجزاء عليا، وابعاد ياتي بالجهه اليسرى. جيميزو بيراوغ رامي ربيعه مع عرضيه، ولكن يا ولد الشناوي يطلع ويمسك على طول من على القائم القريب. محمد الشناوي
الباحث عن العودة مرة أخرى من جديد للتألق. وهذا اللاعب رقم 14 دومفاك انجميزو اللي غير مكانه، كان موجود على الطرف الأيمن، غير مكانه مع اللاعب بوبا عبد الرحمن. يلعب كرة عرضية في متناول الشناوي، يطلع ولو سيطر على الكرة هتكون خطيرة. بيرستاو بياخد خطأ وركلة حرة، لو سيطر عليها من لمسة واحدة وحركها أمامه محمد هاني. عادت من جديد حزاري والتسديدة في متناول الشناوي. حزاري فقدان للتركيز، هذه تمريرة في العمق عالية في الأمام، براسير، وهذه تمريرة جميلة، التمريرة كهربا من جديد ولا تركيات الآن لكهربا. الله يا كهربا، هي ليلة كهربا بكل تأكيد. بيرستاو يضرب مرة أخرى من جديد بأسيست في هذه المباراة وإنهاء عالمي. كهربا وبيرستاو، بيرستاو والرابع يأتي الآن بقذيفة لا تصد ولا ترد من جانب الجنوب افريقي. والرقصة الشهيرة لي ارقص يا بيرستاو ورقصته الشهيرة. هو يعود إليكم من جديد بيرستاو ويسجل الهدف الرابع داخل منطقة الجزاء. عبد القادر من جديد هياها لمعلول. بعض اللاعبين السورية ياخذ خطأ وركلة حرة. السورية أيضا اللي لم يلعب كثيرا في الفترة الماضية، وبالتالي مهمة أو إعطاء 90 دقيقة في هذه المباراة الأمر هيكون صعب. السورية اللي بيلعب ثالث مباراة لي في هذه النسخة من هذه اليسرى مع عودة الأهلي لأداء الواجب الدفاعي، والتسديدة الأولى التي يتصدى لها الآن علي لطفي بكل سهولة. أول تسديد أو كولينج بريك توقف يأتي الآن في الشوط الثاني من هذه المباراة لالتقاط الأنفاس والشرب المياه. يعني لم يجد لي قارورة مياه حتى الحكم بيتر وويرو اللي بيدير المباراة حتى لم